إصدار أعلى فايدة لمدة 3 سنوات، والفايدة ثابتة طول فترة الشهادة بأعلى عائد هو 22% لمدة 3 سنوات وليست متناقصة. تعال نشوف تفاصيل الشهادة، بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. ما تنساش تاخد جولة في القناة فيها كل ما يخص البنوك واستثمار أموالك أفضل استثمار، من أول 1000 جنيه لأسفل الفيديو في أول تعليق كل رابط شهادات وأفضل استثمار لك. لازم تشاهد الفيديوهات قبل ربط أي شهادة. بعد اللايك والاشتراك في القناة تعال نشوف الفيديو الجديد. تم إصدار أعلى فايدة بالبنوك حاليا وهي 22% ثابتة طول فترة الشهادة ال3 سنوات وليست متناقصة مثل شهادة البنك الأهلي أو بنك مصر، ولكن الشهادة الجديدة بأعلى عائد وهو 22% طول فترة الشهادة، ويصرف العائد شهريا. وزي كل شهادة بقى مميزات وبقى عيوب. تعالى نعرف تفاصيل الشهادة ومميزاتها وعيوبها. بس في الأول بفكرك إن تشترك في القناة وتفعل الجرس واللايك للفيديو عشان يوصلك إشعار من القناة بكل الشهادات القادمة، علشان في ناس بتقول ما بيجيليش اشعار. كل اللي عليك اشترك وتفعيل الجرس واللايك للفيديو عشان يوصلك اشعار من القناة. تعال بينا نشوف مميزات وعيوب الشهادة. الشهادة دي بتصدر لمدة 3 سنوات، العائد عليها بيكون 22% ثابت طول فترة الشهادة. دورية الصرف بيكون شهري. الإصدار بيكون بالجنيه المصري، وكمان ليك إمكانية اقتراض بضمان الشهادة 95% من قيمة الشهادة. الشهادة بتصدر من البنك التجاري الدولي CIB في كل فروعه على مستوى الجمهورية. يمكنك الحصول على الشهادة من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو تطبيق الهاتف المحمول أو زيارة أي فرع من فروع CIB على مستوى الجمهورية. وطبعا زي ما قلنا إن في مميزات للشهادة وفي عيوب الشهادة. يوجد عيب واحد للشهادة وهو الحد الأدنى لربط الشهادة. الحد الأدنى لربط الشهادة هو 3 مليون جنيه، وذلك للشهادات مميزة للمبالغ الكبيرة فقط، والاستفادة من العائد 22% لمدة 3 سنوات. والشهادة قادمة شهادة هامة جدا، فما تنساش مشاركة الفيديو والاشتراك وتفعيل الجرس واللايك للفيديو.